كنا حنا ثلاثة وتزادوا علينا جوج دراري كازاو. قلنا ماشي مشكل الا كنا خمسة. دانا الخطاف وقطعنا الواد بسلام. مع كتقطع الواد لقينا واحد الكريال صغير حتى هو قطعناه. بقينا غاديين يلاه تمشينا شي ساعة حتى غادي نسمعو السكري كيقول ستوب وضرب علينا بالبيل. قلت لهم الدراري غادي نهربو. هربنا وتشدو فينا دوك جوج دراري كازاو. انا خالد، ولد مدينة اليوسفية، 24 سنة. كان الحلم ديالي مثل جميع الشباب المغاربة الهجرة الى الديار الاوروبية. في 2019 بديت كنفكر حتى انايا في الغربة. بغيت حتى انا نغير المستقبل ديالي. انا والصديق ديالي سميتو مبارك درنا بزاف ديال المحاولات في المغرب وما جابش الله. في 2020 قررنا نقصدو تركيا، هو الباب الوحيد اللي مازال ما جربناهش. في 8/11/2022 شدينا الطيارة لتركيا. جلسنا في تركيا 12 يوم وبعدها قررنا نديرو الرحلة على بلغاريا، حتى جاو شي أصدقاء راجعين في رحلة مكرفس عليهم العسكر البلغاري. قلنا شنو غادي نديرو؟ نغيرو الوجهة لليونان. عيطنا على الخطاف اللي غادي يوصلنا حتى الوادي وقطعنا بالبالين. كنا حنا ثلاثة وتزادوا علينا جوج دراري كازاو. قلنا ماشي مشكل الا كنا خمسة. دانا الخطاف وقطعنا الواد بسلام. مع كتقطع الواد لقينا واحد الكريال صغير حتى هو قطعناه. بقينا غاديين يلاه تمشينا شي ساعة حتى غادي نسمعو السكري كيقول ستوب وضرب علينا بالبيل. قلت لهم الدراري غادي نهربو. هربنا وتشدو فينا دوك جوج دراري كازاو. كملنا قطعنا له تولوز انا ومبارك وعصام. فاش هربنا في الاول كنا لحنا كلشي، الماكلة، الساكوساج، كاع الماتيريال ديال الرحلة. ما بقى عندنا والو. هذا اكبر خطأ ممكن ديرو. واخا هكا قررنا نكملو الرحلة ديالنا. ضربنا 3 ايام ديال الطريق بلا ماكلة بلا والو، حتى وصلت بينا الحال ما بقيناش قادرين نتمشاو بالجوع وقلنا نسلمو راسنا. النهار الرابع قربنا نسلمو راسنا ولكن ما تلاقينا حتى مع شي عسكري. النهار الخامس كذلك دخلنا لواحد الفيلاج لقينا فيه الناس الله يعمرها دار. تعاونوا معنا وحتى حنا كان عندنا شويه ديال الفلوس، تقدينا داكشي اللي خاصنا وقررنا نكملوا الرحله من جديد. واخا كاين الشتا والبرد والثلج ايامات شهر 11. قلنا ماشي مشكل، اللهم الثلج والبرد ولا يشدك العسكري يتكرفص عليك ويردك لتركيا. وصلنا للنهار العاشر ديال الطريق، تلاقينا مع جروب اخر. حنا كانت قادات لينا الفلوس وداك الجروب واحد فيهم كانت عنده كارطة انترناسيونال. طلبنا ليه يعطينا نهضرو، قال لنا ماشي مشكل. عيطنا لواحد الصادق في المغرب صيفط لنا 100 اورو. دخلنا لواحد الفيلاج ما لقيناش فيه الماركيت. قلنا نكملوا مجموعين حنا وداك الجروب اللي تلاقينا حتى نوصلوا لسيريزا. واخا كاين الثلج والبرد والشتا صبرنا على الجوع وصبرنا على كل شيء حتى قررنا نرتاحوا شويه تكينا فوق الثلج. جلسنا 3 سوايع حتى غنتفاجئوا ان واحد كان معنا مكلاسي مات من كثرة البرد. كنا تقريبا شبه مجمدين ولكن هو مات. تصدمنا، ما بقينا عرفنا شنو غادي ندير. فكرنا مزيان وقلنا حشو ما نخليه وسط داك الثلج. خرجنا على الطريق وخليناه وكملنا الطريق. قلبنا وعقلنا بقى غير معاه. وصلنا لنهار 17 ديال الطريق. بقى لنا نهار واحد وندخلوا لسيريزا. الدراري من كثرة البرد قالوا ندخلوا لواحد الخربة نرجعوا فيها واحد النهار ونصبروا. الجوع بزاف وكاين اللي ما واكلش هذه 3 ايام. يلا ارتاحينا في ديك الخربة شي 3 سوايع. كانت فجأة البوليس محاصرين المكان. الدنيا دارت بينا، ما بقينا عارفين شنو غادي ندير. شدونا وتكرفسوا علينا بالمزيان. وصلوا بينا لواحد المرحلة حيدوا لينا حوايجنا كاملين، خلاونا غير بالشورت والبرد والثلج كيطيح حتى ولينا كنتمناو الموت. ولكن قلنا ماشي مشكل، قدر الله كيتصرف. قلنا غادي يرجعونا لتركيا بعد 17 يوم ديال العذاب، ماشي مشكل، نبداو من جديد مرة أخرى إن شاء الله. جابونا حتى الواد وقطعونا وتما غادي شدنا العسكر ديال تركيا.
قلنا صافي الكامب، وداكشي اللي كان. داونا لواحد الخيمه في ايديرنا، جلسونا فيها 6 ايام حتى بداو كيعيطوا علينا. فرحنا قلنا صافي غادي نخرجوا، ولكن داونا الكامب ارزروم، هاك فاس كامب في تركيا. عشنا فيه معاناه كثيره بزاف. الا دخلتي لداك الكامب ما كتبقاش تفكر باللي راك غتخرج، ما عدا الا قدرت دير محامي. انا ضربت فيه 8 شهور، حتى عيطوا لي واحد النهار قالوا لي اجي بصمغ الدار عندك الديبور للمغرب. قلت لهم ما غاديش نرجع للمغرب، حيت غير تفكرت المغرب عرفت راسي غنبدا من جديد. واخا هكاك جابوني صحة للمغرب، وبزاف ديال الدراري رجعوا معايا. الصديق ديالي مبارك مازال في الكامب حتى لدابا، عنده 11 شهر ومازال ما داروا معاه والو. الله يطلق سراحه، الله يسهل على اي واحد كيفكر يبدل حياته. انا رجعت للمغرب، ولكن الغربه ما عمرها تحيد من بالي، يا الغربه يا الموت، حيت ما بقيتش قادر نعيش في هذه البلاد. تكرفست بزاف ومبغيتش نزيد نتكرفس كثر. انا خالد من اليوسفيه، وكانت هذه هي القصه ديالي.